السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نقدم معكم طرطه ديال اللوز. كتجيب الكنافه البنات اكثر من رائعه. كما كتعرفوا هاد الطرطه ديال اللوز والكنافه راها طوندونس، كتجي واحد المذاق خطير البنات، خطير خطير جدا لا يقاوم، لان كتجي ممجوجه بين المذاق ديال الكنافه المقرمل كيجي مقرمش، وبين كريمة اللوز اللذيذة جدا غنية عن التعريف. كنتمنى انها تروق لكم وتعجبكم، وما تنسونيش من لايكاتكم من كومنتيراتكم. اللي بقى ما تابونا عندي في القناة، ونبداو على بركة الله. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا واحد 400 غرام ديال الكنافه، جبتها وقطعتها بهذا الشكل هذا البنات كما كتشوفوا. تقدروا البنات الا جاتكم هذه العمليه زعما متعبه، تقدروا تعملوها مثلا في الهاشوار وطحنوها، راها كتقطع داغيه، يعني كتكون عمليه سهله. غير انا البنات كتعجبني تبقى شي شويه طويله، ما كتعجبنيش مثلا نعدلها في الهاشوار لان كيرققها بزاف. هنا البنات عندي 5 معالق ديال الزبده اللي تكون حيوانيه البنات، من اصل حيواني، باش كتجيكم هاد طرطه د الكنافه كتجيكم لذيذه. كتدخلوا الزبده ديالكم كما كتشوفوا معايا مزيان في الكنافه، تحسوا باللي جميع الشعيرات ديال الكنافه ديالكم دخلت لكم الزبده، دخلت فيهم الزبده ديالكم البنات، باش ملي كتعملوها في الطاوه ديال الفران ديالكم يعني كتجيكم كامله محمره، حتى شي حطر فيها ما كيبقى ماشي محمر، كتجي غزاله. كتجيبوا اي مول بغيتو وكتعملوه فيها، يعني بهذه الطريقه هذه. هي البنات ملاحظه باش تنجح معكم هذه العمليه هذه وتجيكم مزيونه، هي خصها تجيكم مثلا متساويه، يعني ما يجيش واحد البلاصه زايد فيها الكنافه على اخرى، لا في الحاشيات لا في القاع ديال الطاوه ديالكم. عطيوها شويه د الخطر في هذه المرحله هذه، وكتضغطوا عليها باي حاجه. انا شبرت هذا الكاس وبقيت كنضغط عليها وحطيتها جانبا. هنايا غادي نحضر معكم الكريمه ديال اللوز. عندي هنايا 150 غرام د الزبده تكون من اصل حيواني، ثلاثه بيضات حتى هما فيهم 150 غرام. عندي 150 غرام د السكر و150 غرام د اللوز اللي بقشورو ومحمر البنات. انا هاد الطرطه هذه كنعدل فيها اللوز محمر، الاغلبيه زعما كيعملوا اللوز ماشي محمر. ثقوا بيا البنات، اللوز دائما حمروه كيجي بنين ولذيذ، لان اذا عملتوا اللوز ديكم خضر ما غتجيكمش بنفس اللذه اللي كنهضر لكم عليها. بالنسبه للبيضات يكونوا حجم كبير. عندي هنايا الفاني وقشره د الليمونه، تقدروا تكتفيو غير بالباني ولا بالقشره، انا كنعملهم بجوج كيعجبوني بجوج البنات. وعملت هنايا كاس السكر ديالي، انا عملت غير كاس اللارو، ما كتعجبنيش الحلاوه. بالنسبه لكم اختياري، الا كتعجبكم الحلاوه تقدروا تعملوا كاس عامر. وهنايا غادي نضيف الزبده اللي عندي بحراره المطبخ، ما تذوبوهاش البنات. نتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش غنعمل بها هذا الكريمه. واللوز اللي قلتلكم حمرته بقشوره وطحنته كذلك. غادي نخلط كلشي مع بعضيتو، كبيته في مره واحده، وغادي نخلطو بالطراب الكهربائي باش كتجيكم الكريمه ديالكم ليس وكتجي غزاله، كتمجج مزيان ديك القوام اللي عملنا فيه هاد الزبده والسكر واللوز وكلشي. هنايا البنات والله الا واحد الريحه طالعه البنات ما نقول لكمش، غزاله غزاله غزاله. اختي الا كنتي باقي ما عملتيش اللايك، فالله يجازيك بالخير، اعملي اللايك وكتب لي شي كومونتير، الله يجازيك بالخير. انا ما كنامرك شي، الا عجبك المحتوى ديالي وعجبك الوصفات ديالي كنتمنى انك تشجعني. هنايا البنات باش ما دهاوتش معكم هاد الكريمه د اللوز، ضيفوا عليها واحد الملعقه كبيره ديال النشا ولا ديال الدقيق، على داكشي على حسب المتوفر عندكم. انا الصراحه كتعجبني النشا، كيجي مهم، كيعجبني كيجي خفيف على الدقيق. هذا هو القوام اللي كتحصلوا عليه من بعد ما كطحنوها بطحانه الكهربائيه. صراحه كتجي بنينه بنينه، والله الا البنات كنقول لكم كنعاود لكم شي حاجه رائعه اكثر من رائعه. هنايا جبت هذاك المول ديالي وغادي نحط فيه الكريمه ديالي كما كتشوفوا. وبالنسبه للفران البنات كان عندي ديجا مشعول واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق على 180 درجه من الفوق والتحت. ولا عندكم الفران الغازي البنات
شعلوا واحد 5 دقائق من قبل يسخن معاكم، طلعوها الفوق على عافيه متوسطه، ومن بعد ملي طيب هبطوها نتا تحمر. ولا لقيتوها محمره بلاش ما تهبطوها زعما تحمر. هنايا الا كان عندكم لوز افيلي عملوه، كان عندكم اللوز هكذا عملوه، داكشي على حسب المتوفر ديالكم البنات. انا هنايا عندي سمحوا لي راني مريضه شي شويه. هنايا عندي اللوز اللي حمرته وهرمشته بهذه الطريقه وعملته كيجي مزيون البنات، كيجي غزال. مهم غير في الطياب البنات هبطوها بالنسبه للفران ديال الضو، هبطوها لتحت، ما تعملوهاش في الوسط. علاش؟ لان الكنافه دغيا كتحمر والكريمه كتاخذ معكم واحد شويه د الوقت، هي دغيا كطيب 15 دقيقه كتكون طايبه، باش كتحمر لكم هذيك الكنافه على خاطرها وكيطيب ديك الطياب اللي مزيون. باش كتعرفوها طيبه بحال كيكه البنات، كتعملوا فيها واحد الموس ولا واحد العود وكيخرج معكم ناشف صافي، يعني كتكون هذا الطورطه ديال اللوز ديالكم راها طايبه. هنا البنات يمكن لكم دهنوها بالكونفيتير ولا بالعسل ولا بالسيرو. انا كان عندي هنايا واحد السيرو ديال العسل به دهنت، لان العسل الطعم ديالها كيجيني قوي على وليداتي، انا كناكلها مي الوليدات ما كيقدروش على ديك الطعم ديال العسل الحره. صافي كدهنوها البنات وكتاكلوها بالصحه والراحه. اللي نقدر نقول لكم انها كتجي نعاود لكم لذيذه. عملوها وليداتكم. الصراحه انا كان هنايا السبت الوليدات ما كانوش قاريين، عملت لهم في العشيه. انا مهم دائما في الويكاند البنات كنعمل لهم يعني شي حويجات، كنبغي نجدد هكذا وليداتي ونفرح بهم، ساكن كيعجبهم الحال فاش كنعمل لهم هذا الشيء. مهم كما كتعرفوا الوليدات كيحماقوا على هذا الشيء هذا، من الاحسن نعملوه ديال الدار. كنتمنى البنات انكم تشجعوني، ونتمنى دعموا لي اللايك الاشتراك، ولا اي تساؤل عندكم كتبوا لي في الكومنتير. وصافي وهنايا كنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. تبارك الله انتم كتشوفوا كيفاش جات غزيوله غزيوله غزيوله. غير عملوها وان شاء الله يا ربي تنال الاعجاب ديالكم.